واش عمرك حسيتي باللي الناس كامل مرتاحين غير انتي اللي تعبانة؟ دايما تقولي نعم واه، دايما تسكتي، دايما تحاولي ترضي الجميع، وفي الأخير تلقاي روحك مخنوقة ومتقلقة. في هذا الفيديو راح نهضروا على أخطر حاجة تقدر تدمر لك راحتك النفسية، أنك ما تعرفيش تقولي كلمة لا. لا، كيفاش تحطي الحدود، كيفاش ترفضي بلا خوف وبلا مشاكل، وكيفاش تبعدي الناس اللي يستغلوك حتى لو كان يكونوا من العائلة واللي هما أهلك ولا أهل الزوج. إذا راكي دايما تحسي بالذنب كي ترفضي، هذا الفيديو راح يبدل طريقة تفكيرك كامل. خليكم معايا للنهاية. أنا ليلى من قناة تطوير الذات. ديروا جام ويلا نبدو على بركة الله. كاين بزاف ناس يعيشوا كامل حياتهم يردوا في الناس ويخافوا من كلمة لا أكثر من أي حاجة وخدة أخرى. دايما تلقي روحك توافقي على حاجات ما تبغيهاش، دايما تتعبي باش ما يزعف حتى واحد، تسكتي على حقك وتتحملي فوق طاقتك، ومن بعد تنفجري ولا تمرضي نفسيا ولا تقبضك الكواطخ، وخاصة مع العائلة ولا مع الوالدين ولا مع أهل الزوج ولا الناس اللي دايرين بيك ويستغلوك بالعاطفة. المشكل الحقيقي وين؟ أنك مشي أنك إنسانة طيبة فقط، لا، أحيانا راكي خايفة من واش؟ خايفة لا يكرهوك، خايفة لا يقولوا عليك أنانية، خايفة لا يبعدوا عليك ولا يحسوك بالذنب. بصح الحقيقة الإنسان اللي يبغيك بصح يحترم حدودك. علاش صعيب عليك تقولي كلمة لا؟ علاش صعيب علينا نقولوا كلمة لا؟ علاش؟ أول نقطة، تربينا على كلمة عيب. من صغرك تربيتي يقولوا لك سمعي الكلام، ما ترفعيش صوتك، ديري خاطر للناس، حتى وليتي تربطي الطيبة بالتضحية بنفسك. النقطة 2، الخوف من المشاكل. كاين اللي تخاف من المشاكل، وش تقول إذا رفضت يولي مشكل، نفضل نسكت ونتألم وحدي وما نديرش كلمة لا باش ما نديرش هذا المشكل. النقطة 3، تحسي روحك مسؤولة على راحة الجميع، تحاولي تكوني انتيا البنت هذيك المثالية، باغا تكوني هذيك الزوجة المثالية، باغا تكوني ديك الكنة المثالية، باغا تكوني ديك الأم المثالية، في الأخير تنساي روحك. الحاجة اللي لازم تفهميها شهية، كلمة لا مش قلة التربية، كلمة لا هي احترام للنفس. كي تكوني دايما متوفرة، دايما قاعدة، الناس تولي تشوف فيك، تولي تشوف في تعبك راحة، تولي تشوف في تعبك واجب عليك، راحة ليهم وواجب عليك. صح، كيفاش تبداي تتعلمي تقولي كلمة لا؟ أول نقطة، حبسي التبرير الزائد. أكبر غلطة تقعدي تفسري بزاف. شا تقولي سامحوني والله أنا راني تعبانة وعندي ظروف وما قدرتش وما لحقتش، وتقعدي تديري التبرير الزائد. وشا تقولي في هذه النقطة باختصار وبهدوء وبدون ذنب؟ شا تقولي؟ ما نقدرش هذه المرة، هذا مكان ما نقدرش هذه المرة، حفظيها. هذه النقاط اللي راني نعطيهم لكم تنجموا تكتبوهم في ورقة، أي نقطة تهمك كتبيها في ورقة، ماشي قاع النقاط راهم فيك، بصح راها فيك واحدة منهم اكتبيها وحدي. دايما كرري ولا عاودي كرري الفيديو باش تعاودي تفهمي الفيديو، ما تفهميش من أول مرة، عاودي وعاودي باش تفهمي ما تحت السطور، كاكا تركزي، ماشي تقعدي دايما دوري على المشاكل، لا، دوري ها هو الحلول راني نعطيها لك. بصح الأهم أنك تطبقي. البنات طبقوا معايا واش راني نعطيكم، صاي ماشي تقعدوا حاصلين غير في مشاكلكم ومركزين عليها. ها هي الحلول. أنا كي نقول لك 2 زائد 2 كم يساوي 4، صاي هذه قاعدة وحفظناها. كيما هكا أنا نعطيكم الدرس، من بعد أنتم في حياتكم اليومية يصرى لكم القاعدة باء. وش هي 3 زائد 1،
كم يساوي؟ أي تقولوا لي ماناش عارفين، ما عرفناش نحلوها، ما عرفناش، هي يساوي 4، يعني نفسها نفس النتيجة الأولى. يعني هذا الكلام اللي راني نعطيه لك هو طبقيه على أي مشكلة تخرج في حياتك. نولوا الموضوع. ثاني نقطة، استعملي كلمة لا الناعمة، ما لازمش تكوني قاسية. مثال: ما نقدرش اليوم، هذا ما يناسبنيش، عندي التزامات، سمحيلي، مانيش قادرة، كيما هاك. ثالث نقطة، خلي السكوت يخدمك. بعد ما تقولي كلمة لا السكتي، الناس يستعملوا الضغط باش تبدلي رايك، باش يقولوا يا هذه هي تبدلت، يا واش بيك، علاه تبدلتي علينا. اذا بديتي تبري بزاف راكي باغا تفتحي باب نتاع التلاعب، يولوا يتلاعبوا عليك. صاي، خلي السكوت يخدمك، قولي لا وصاي وشدي فيها، ما تبدليش. ماشي اليوم تقولي لا ومن بعد شويه انبك ضميرك تقولي واه. لا، كملي في كلمه لا. دروك نعطيكم امثله واقعيه من الحياه نتاعنا. مثال الاول واللي هما اهل الزوج. كي زوجتك كل مره تفرض عليك خدمه، وخدمه هذه تفرضها عليك وحدك انتيا، اي انتي وشاو كي موالفه تقولي لها معليش نخدم، معليش انا نخدمها وحدي، وانتيا راكي من الداخل راكي محروقه. هنايا نعطيك الجمله المحترمه واللي فيها الحدود. كي تقول لك خدمي هاد الخدمه وحدك، شا تقولي لها؟ قوليها انا نعاون باللي نقدر عليه، بصح ما نقدرش ندير كل شيء وحدي. صاي، قولي لها نعاون باللي نقدر عليه، بصح ما نقدرش ندير كل شيء وحدي. نعطيكم مثال واحد اخر. الاخت ولا القريبه المستغله، اللي هذه دائما تعرفك غير في وقت الدراهم. كي دير لك كل مره تتسلف وما تردش، كل مره تقول لك اعطيني 100,000، اعطيني 20,000 باش نركب، اعطيني، تبدا لك غير بالصرف، وكاين وين توصل معاك بالمليون بالزوج. تقول لك اعطيني ومن بعد نرد لك، وهي دائما تقول تتمرد عليك، ومن بعد انت تحشمي تمشي تقولي لها ردي لي دراهمي انتيا، ولا تردهم لك بالبارد، ولا تردهم لك بالتشناف، ومن بعد تعاود تتسلف عليك. هنا واش ديري؟ بلا شرح، بلا ما تقولي لها ما عنديش في البوسطه، بلا ما تقولي لها ما عنديش دراهم، بلا ما تقولي لا، قولها سمحي لي، ما نقدرش نسلفك هاد الفتره، عندي التزامات وصاي. كي تقول لك شنو هما التزامات، تقولها حاجه خاصه فيا ما نجم نحكيها حتى لواحد، كيما هكا. قولها سمحي لي ما نقدرش نسلفك هاد الفتره، عندي التزامات، كيما هكا. ماشي تقولي لها ما عنديش الدراهم، لا، خاطرش هي تعرف باللي عندك الدراهم، تعرفك باللي تخلصي، تعرفك باللي راجلك يعطيك. المهم هذا هو الجواب. نعطيك المثال الثالث اللي هما الوالدين. كاين والدين يتحكموا بزاف في فترة الخطوبة ولا في فترة الزواج ولا مورا الزواج. هو الاحترام واجب، بصح حياتك ماشي لازم تكون تحت السيطرة الكاملة. مثال، احنا نقول لهم مثلا وحدين، مثلا جاتني وحده قالت لك انا فارضين عليا والديا ما قالت لي تتبرزي في عرسك، لازم تتبرزي خاطرش عيب قدام الناس، باغا تجيبي لي التبهديل. هنا واش تجاوبيها؟ قولها انا نفهم رايك ونحترمك، بصح هذا قراري انا، هذا عرسي انا، كيما هكا. انتي قولها نفهمك، ماشي تقولها مانيش فاهماتك وما نحترمكش، لا، انتي يما وفوق راسي. هذه الجمله اللي تقوليها لها كيما هاك وش فيها؟ هذه الجمله فيها احترام، فيها الثقه باللي انتي واثقه من روحك، وفيها قوه الشخصيه. صاي. المثال الرابع، الناس اللي يطيحوا عليك الخدمه خصوصا في وقت المصلحه نتاعهم، شغل يطيحوا عليك غير كي تكون عندهم المصلحه نتاعهم. كاين ناس ما يسقسوش عليك كاع وما يوقفوش معاك كاع، بصح وقت اللي يحتاجوك يلقوك، خاطرش علاه انتيا متوفره 24 ساعه على 24 ساعه. قولي لهم ما نقدرش هاد المره، وما تحسيش بالذنب، هذا اهم شيء. ماشي تقعدي انتي كيما هذيك السباله اللي ما تنقطعش، تجي دايما 24 ساعه. الناس علاه دير الستيرنا، علاه يديروها؟
خاطرش علاه يديروها والماء متوفر 24 ساعه ما ينقطعش. انتيا لازم تنقطعي باش الناس دير ستيرنا، فهميها وديريها مثال وديه قاعده، وما تحشميش وما تحسيش بالذنب. وماشي من بعد كي نقول لكم هاد النقاط تقولي لي انا نحشم. صاي لا انت تحشمي عمرك لا تتعلمي. انا كون نقعد معاك من حتى الغدوه ما تتعلميش. قلت لك ما تجيبيليش التبرير تاع المشاكل، قلت لك بدي تطبقي. انا مانيش هنايا باش نقول لك نهضروا على مشاكلك، لا صاي مشاكلك فهمناها، خصوصا هضرنا عليها في الموضوع اللي فات واللي هي الطيبه الزائده. وش قلنا في الطيبه الزائده؟ خبرتكم كاع الصفات اللي فيكم. اليوم بدينا في الحلول. الحل في هذه النقطه نتاع الناس اللي يطيحوا عليك، ما تقعديش متوفره 24 ساعه على 24 ساعه، قول لهم ما نقدرش هذه المره وصايي، ما تزيديش كلمه، عاودي كي هما يعاودوا لك عاودي نفس الجمله وما تحسيش بالذنب. ماشي انتي تقوليها لهم تمشي من بعد تقعدي تتقطعي في قلبك، لا، اذا تقعدي تحسي بالذنب هنايا ما راكيش تتقدمي، لازم تقطعي في روحك. ما تقولي ليش انايا ما نقدش وقلبي رهيف وقلبي كاع عندنا قلوب. صاي كيفاش تعرفي باللي الناس هادو راهم يستغلوك؟ كيفاش تعرفيهم؟ اول حاجه كي يتقلقوا من تيا ترفضي هذيك الحاجه اللي طلبوها منك، يتقلقوا، يزعفوا، يشنفوا. الزوجه كي يبغوك كي تعطيهم، هادو كيبغوك غير كي تعطيهم، اي يفرحوا بيك، يضحكوا لك، بصح كي ما تعطيهمش ما يبغوكش، تحسيهم بليهم يكرهوك ولا ماهمش دايرين لك الحساب، ولا يحسوك بالذنب، يحسوك باللي انتيا الشينه، يحسوك باللي انتيا اللي ما كيش تبغينا، يحسوك كيما هاك. ولا يتبدلوا عليك كي راكي تحطي في الحدود، هنايا يتبدلوا عليك، يولوا ناس وخد اخرين. المشكل ماهوش في كلمه لا، المشكل انهم والفوا بدون حدود، ماشي غير لا وصايم، بدون حدود. اهم قاعده نفسيه في البدايه كي تبداي تقولي لا، الناس يزعفوا، يضغطوا عليك، يقولوا لك تبدلتي. علاش؟ خاش والفوا هذيك النسخه تاع ديك الشخصيه نتاعك اللي تسكت، اللي ما تردش. بصح مع الوقت يحترموك، يا يحترموك خاطرش يبغوك ويقعدوا معاك، يا يبعدوا عليك. هنا تعرفي شكون كان يبغيك وشكون اللي ما كانش يبغيك. هنا سموها عمليه الغربله، راكي تغربلي. صايي كيفاش تحطي حدود مع الوالدين بدون عقوق؟ انا ماشي نقولك عقي والديك، ها هي الحدود واستمعيها، واذا ما فهمتيش عاودي الفيديو باش تفهميه. الحدود ماشي عقوق، تقدري تحترميهم وتبريهم وتبقى عندك شخصية. مثال شو تقوليهم؟ قولهم انا نحبكم ونقدركم، بصح هذا القرار يخص حياتي، بهدوء ماشي وعاوديها تيفهموها. قال انا ما نبغيك، انا ما نحترمك، انا ما انت هي الصح، بصح هاد الحاجه انا مانيش باغتها، انا هاد الحاجه ما تعجبنيش، انا راني تلاها عجبتني، انا عندي ظروفي الخاصه ما تخلينيش نديرها، كيما هكا. صاي كيفاش تبعدي الناس السامين بدون مشاكل؟ ماشي لازم الدبزه وعراك وخصام لا، ولا قطع مفاجئ خطره واحده وتقطعيهم، لا. بداي باش تقليل الرد، بدي تنقصي فتقولي غير تريبوندي، نقصي شويه الرد. وزيدي تاني النقطه اللي موراها قلي التواجد، ما تقعديش باركه معاهم بزاف، هما سامين وانتي تضلي مقابلتهم. ديري اي خطه، اي تجاهل، اي هربه، اي حاجه تخليك ما تقوليش متواجده، راني لاهيه، راني ماشيه، راني نقرا، راني راقده، راني مريضه، راني هربي. تعرفي تهربي. هادو السامين صارين لهم كيما البز، هذاك المشاحني مثلا اللي باغي ياكل حاجه كاع كامله، ماشي انتي تحطيها له وتقولي لي هو راه ياكل، سيي تتغافلي معاه، حشيله، سايسيه، هذا هو باش تقلي التواجد نتاعك. ما تحكيش كل تفاصيل حياتك، ماشي انتي يا كتاب مفتوح ومن بعد تقولي لي دخلوا لي في حدودي. هذوك انتيا ماهمش دايرين لك الكابوس في الناظر وقالوا لك احكي، دايرين لك خدمي في الرقبه وقالوا لك يا فلانه خبرينا على حياتك الشخصيه. انتي راكي تهضري
شدي فمك، ما تقولي ليش ما نعرفش نشد فمي. قرصي روحك، صاي حطي ايدك على فخذك كيما هكا وانت قارصه روحك كنت تقعدي تهضري. كوي روحك، ديري مثلا شمعه شعليها وبدي تكوي لسانك فمك شنايفك كويهم يلي راني نهضر. ديري روحك باللي نتيا راها هذه بنتك، هذه الروح نتاعك ديريها باللي بنتك، قولها شوفي كان تعاودي تهضري، تعاودي تخرجي الهضره، نخرج لك عمرك بالتقراص، نخرج لك عمرك بالحرمان. التليفون ما تزيديش ترفديه، عندك سيمانه ما ترفديش التليفون، سيمانه ديري العقاب. صاي كي تعاقبي روحك تولي ما تهضريش، ماشي تقولي لي انا راني نتحفز وكي هما يبدوا يهضروا ما نعباش ونلقى روحي نبلبل. الا تعلمي روحك، انا ما نجمش نحضر معاك في كل الجلسات، وتا لو كان نكون حاضره معاك ونغمزك وانتيا والو ما تفهميش وما تسكتيش. هنايا خصك انت اللي ديري الحد، قولي صاي من اليوم كون نهضر نقلع على روحي التليفون، وديريها وعد وحلفي، قولي والله ونهضر نقلع على روحي التليفون، والله ونهضر نقلع على روحي المصروف تاع كوسميتيك نقعد هاك، والله ونهضر نقلع على روحي العشاء كل ليله. ديري عقاب للحاجه اللي تبغيها، صاي باش تقطعيها في روحك، راكي تربي، هذه يسموها التربيه واعاده التربيه. خير ما يقعدوا الناس يربوك، ربي روحك. صاي والنقطة اللي موراها ما تبقيش متوفرة دايما، ماشي متاحة، ما تقعديش باركة في الناس تاكل فيك، هما ياكلوا وانتي قاعدة في الوسط وخليهم ياكلوا لك في لحمك وفي حياتك وفي عرضك وفي شرفك وفي خصوصياتك وفي كل شيء. لا نوضي خرجي من هذيك البلاصة، وقفي. شتي كيما داك الباز اللي يكونوا باركين عليه ويضربوا فيه، هو خصه ينوض، خصه حتى لما قدش يضربهم يبعدهم كيما هاك. دائما تفكري هذه الامثله، واللي تعرفي كتبي ما تعرفيش عاودي الفيديو، عاودي كل ما تحسي باللي راكي ضعيفه عاودي الفيديو، راح ينشطك كل مره، يعاود يفكرك. ماشي انت تابي فيديو راه فيه غير نقاط سامبل باش في ساعه تفوتيه غير تسمعي وتفوتي. يليق لك اعاده الدرس، والدروس ماشي نعطيها لك في خطره، انا راني نعطيك بالطرف، بصح كي نعطيك حاجه على بالك باللي الدرس اللي فات يكمل هاد الدرس، كل ما تكونش عندك الدرس اللي فات هاد الدرس ما ينفعكش. كيما هذه يسموها سلسله، باش تبدي كيما احنا من نكونوا قرايه ما تبديش نيشان نعطوك كتاب وقولك قري، نقولك الاولى تعلمي تشدي ستيلو ومن بعد عاد تتعلمي الحرف كيما هكا بالتدريج، والدرس اللي ديريه طبقي، خاش اذا ما كيش تطبقي غير ما تتفرجيش. صاي حاجه مهمه بزاف للنساء، المرأة اللي دايما تضحي بروحها، تضحي بنفسها، بجسدها، بعقليتها، بنفسيتها، تتعب نفسيا، تولي عصبية، تحس بالاختناق، وأحيانا تكره الجميع، تولي تكره قاع الناس، تكره الوجود، تكرهه. علاش؟ خاطرش ماش دايرة حدود. الحدود تحميك من واش؟ من الانهيار. ما تقعديش منهارة. علاش راكي منهارة؟ ما كيش دايرة الحدود. نعطيكم تمرين نتاع سيمانه، صاي تاع سيمانه. اول يوم باليوم، ماشي كل في خطره، باليوم نقول لك سيمانه 7 ايام. اليوم الاول الرفضي الحاجه الصغيره اللي ما تبغيهاش، حاجه واحده، بدي بالحاجه واحده بالصغيره، حاجه ما نبغيهاش صاي سموني ما نديرهاش، صاي تطلعوا الازرق تهودوا ما نديرهاش. اليوم الزاوج حبسي التبرير الزائد حبسيه، ما تقعديش تبري. صاي هذا اليوم الزاوج، وحافظي على النقطة تاع اليوم الأول. صاي اليوم الثالث قولي أنا نفكر ورد عليك، كيما هاك كي يقول لك كاش واحد حاجة قولها استنى كي خمم مع راسي، نقعد مع راسي نشاور راسي دائما، ماشي تقول لها نشاور فلان، لا نشاور راجلي، لا نشاور ما انت غير باش تهربي تقعدي تحصلي في الناس، لا علميهم، قولها انا نشاور راسي، يعني انا عندي قيمه، قوه شخصيه. صاي باش ما تقعديش تاني توافقي مباشره، ماشي هما يقولوا لك واه نعم صح راني هنا، لا. اليوم الرابع ما ترديش فورا على كل رسالة،
ابار اللي تكون ايرجو، اللي ماهيش ايرجو ماهيش مستعجله، ما ترديش تمتم، خلي الناس قول له ماشي غير هما طيط مسكين عاد ما وصلتش، ايوا انت تردي، يرسل لك اي واحد ميساج تردي في الساعه، الا اذا كنتي مريحه ما عندك والو، ولا كنتي مستعجله. هذاك الامر لازم، مثلا خبر تاع وفاه ولا خبر كي عارفه، بصح انت عارفه واحده باغا غير تقعرج عليك وباغا غير تقلب لك راسك وغير تكثر الهضره، اي غير هي ترسل ميساج تي ترديها. كيما الراجل مثلا هو يرسل لك ميساج، كيما الخطيب كثريه يرسل لك ميساج انت تردي عليه تم شا معناها؟ يقول لك انت فارغه الشغل ما عندك والو، هنا يعرفك باللي انت متاحه، صاي ديري قيمه لروحك. اليوم الخامس، الطلبي حاجة لروحك بدون خوف. الشخص اللي راه معاك طلبي منه حاجة بلا ما تخافي، عادي، قال انا خاصني هاد الحاجة، خاصتني منك هاد الحاجة، ما تخافيش، ديري نفس، شربي الهواء من نيفك وقولي له خويا اختي با وما خاصتني هاد الحاجة بهدوء، يقول لك صحة. كي تكوني طبقتي هادوك 5 خطوات اللي قبل 4. اليوم السادس، قولي لا بدون اعتذار طويل، قولي لا ما نقدرش وصاي، ما تزيديش فوقها، خاطر راكي تعلمتي 5 ايام وانتي تدربي. اليوم السابع، سولي روحك، وش تقولي؟ سؤال مهم كي تلحقي اليوم السابع سوليه لروحك، قولي انايا نعيش باش نرضي الناس ولا نعيش باش نعيش مرتاحة؟ انا نعيش باش نرضي الناس ولا باش نعيش مرتاحة؟ صاي هذا السؤال تاع اليوم السابع. خلاصة قوية، انتيا ماكيش مطالبة باش انك تنقضي الجميع، ماكيش سبايدر مان، لا، كل واحد راه عنده ربي هو مولاه، انتي خاطيك ما تنجميش تقلعي الموت، وانت مادام ما تقلعيش الموت انت خاطيك، حلي غير مشاكلك، تلهي غير في روحك، من تنقضي روحك عاد تما روحي نقضي لنا الجميع، صاي ترضي الجميع هذه مفروغ منها، تتحملي كل شيء وحدك هذه تاني مفروغ منها. الانسان اللي ما يحترمكش وما يحترمش كلمة لا نتاعك غالبا هذا ما كانش يحترمك من بداية العلاقة، كان فقط يستفيد من الطيبة نتاعك، كان مستغلك. وتفكري دائما الطيبة هي حاجة جميلة ومليحة، والطيبة زينة بين الناس اللي تفهم الحدود، بالصح كي تكون الطيبة ما عندهاش حدود تولي استغلال صاي. Oh my god. وفي الأخير تذكري باللي الناس اللي يبغوك ويحبوك بالصح نتاع الصح يبغوك ما يكرهوكش لأنك قلتي كلمة لا. الطيبة حاجة مليحة بصح كي تكون بلا حدود تولي تعب واستغلال. من اليوم حطي نفسك ضمن الأولويات وما تخافيش من الزعاف تاع الناس باش ترتاحي نفسيا. حابة نسمع رايكم واحد، واش هو أكثر موقف ما قدرتيش تقولي فيه كلمة لا؟ واش هو أصعب شخص ما تقديش ترفضي له، ما تقديش تقولي له لا؟ اكتبوا في التعليقات، وإذا عجبكم الموضوع ما تنساوش اللايك والاشتراك باش يوصلكم كل جديد وتفعيل الجرس. تبقوا على خير يا ناس الخير يا اللي صاري فيكم التير، إلى لقاء آخر.